ويلا نبلش. اليوم نسوي وصفة طيبة وسهلة وطبعا من أكلاتنا العراقية المحبوبة. المكونات متوفرة في كل بيت والطريقة ما بيها أي تعقيد، بس النتيجة طعم يجنن. تابعوا الخطوات وياي وإن شاء الله تعجبكم. يلا نقطع، نقصها من النص وهيك يطلع لنا. لازم فلفل يتقطع شرائح وذا ناعم بعد بكيف. ورجع الماعون. طبعا أنا خليت هاي الفلفل الألوان لأن الشكل راح يطلع حلو. نجيب الخضروات ننزلهن. هسه نروح نخليها على نار ناصية. وهسه تقريبا ذابت عندي الخضروات. نجيب طاوة أكبر. هنا عندي نص كيلو لحم مفروم غنم. هسه نضيف له البهارات الصحيحة، ملعقة صغيرة ملح، صغيرة بهارات جدر، ملعقة صغيرة كاري وفلفل أسود، وركة ثوم باودر. نخلط المكونات. نحطها على نار متوسطة. وهسه بعد ما استوى عندي نضيف شوية دبس الرمان. وهسه نسوي لفات، وانا ضفت وياها بس فنجر، واذا تحبون تخلونه مخلل راح يصير طعمها بعد اطيب. طعمها يرد الروح وتنحمل اول لقمة. لا تنسون تشاركونا ويا احبابكم. وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، اتمنى تجربونها وتسوونها بطريقتكم، واذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون الجرس حتى توصلكم كل الوصفات الجاية. نشوفكم على خير بالاكلات الجاية وبالعافية عليكم.